القوطه تجمع على عليها. تكسر القوطه تجمع على عليها. مولي زيه. انا ما سامع حتى واحد، ما نحشي حتى واحد. هذا جدل البينة أكبر جدل في المسكنة. نعم جدل في المسكنة. هذا من أقدم أوتشات الصحراء، أقدم لزوجات. إيه مغلوق. إيه مغلوق. إيه بعبر يقول لك من أقدم. هذه أول فرماسي في مسكنة والله. الدولة. لنا ما في وسط المدينة. هذا في وسط المدينة كل الشيء تريد يسويه، كل الشعب مثله. اسمها المدينة القديمة. هذه المدينة القديمة. مش مدينة القديمة، اسمها فيها بني بكري. شاف فرنسا شو البلدية البلدية كيقولوا احنا نقولوا لها هذه قصر البلدية. شوف لها. نعم. هذه البلدية. هذه البلدية. هذه البلدية وهذه الإذاعة. الله يستر. اسمح لي خويا ما عنديش. هذيك الصرفة. خلاص هذوك روح الفندق يعطيهم لك. أنا بعد نسلكهم. معليش. الله يستر. بيعونك خويا. لمزية. والله يا الرئيس ماينا حضاري كذا جماعة بين الطوموبيلات والدعوة مقلبة. شيخنا مرحبا بك لاباس؟ الحمد لله. السلام عليكم خالتي. السلام عليكم. اهلا بك. بك العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بك. شاكم خالتي. صافا لاباس؟ السلام عليكم. السلام عليكم شاكم لاباس؟ بخير؟ الحمد لله عايشكم فيك. ما كاينه بلاصة نقعدوا. وراهي البلاصة تاعكم، كانش بلاصة كبيرة. أنا ندخل في الساحة هذيك. السلام عليكم. شكرا لاباس؟ بالعاج. كي نخلصوا نديروا لي فوتو. الله يحفظك. بارك الله فيك. بعد نديروا لي فوتو خويا كي نخلصوا توزع الاستمارات. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. ما شاء الله يحفظك. جزاكم الله خير. انت ولادك المعوق انا الله يحفظك يرحم والديك. مرحبا بكم خالتي، شرفتموني بحضوركم. مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يستركم. شباب الاستمارات من لهنا، هذا هو سبب تواجدنا هنا عشان الشباب.
السلام ورحمة الله. اللهم الاستمارات خير. السلام ورحمة الله. الله يعطينا شير فيها لاجالك يا شيخ. والله غتشير فيها من لاجالك. الله يسلمك. السلام ورحمة الله. الله يسلمك. السلام عليكم سي غاني، مرحبا بك. ايش رايك نوري؟ لاباس؟ مرحبا بك. شوف نتبع فيك من بداياتكم، من حركة رشاد ومن الاخر والنهار جيبهم لك هنا، قالت لك هذه الازول قالت لك جيبهم لك هنا والاستمارات تعمر قالت 5 هي. النهار اللي دخلت المطار، النهار اللي دخلت المطار راسلتك شخصيا، بعثت في الماسنجر وقلت لك راني هنا ورانا معاك، وانا نكلم في الاصدقاء باش يجوا هنا ورانا معاك. فهمت؟ حال البلاد مش عاجبك. بارك الله فيك. ان شاء الله يخلونا. امين يا رب العالمين. عطونا شويه والله ما عندناش الامكانيات باش نفتحوا مكتب في كل ولايه. ما غاديش نفتحوا احنا شخصيا اخويا، رانا هنا حنا نفتحوا واحد. الله يسترك. استمارات تعطي للشباب. حنا نفتحوا كل شاب مساند لنا يعتبر بالنسبة لنا مكتبا يمثلنا. كل واحد يدي 2 ولا 3 ويجيبهم منا يرجعوا منا مسنين ومليغاليزين بحول الله. بارك الله فيك. الله يحفظك. صباح الخير. الله يسلمك. لا جيبهم لي. نعم. اليوم ان شاء الله. اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه. خليوا لكم رقم لهنا في مسكره. عيطوا له. بارك الله فيك. قول له صباح الخير يا فتح بركه خويا. كوبا. السلام عليكم. قول له تعطوني صباح الخير. صباح الخير خويا العزيز. من تريزور باش تهزوا. شكرا حبيبي. انا راني طالب مديريه التجاره. ما شاء الله. ورانا معاك. ما شاء الله. الله يسلمك. المعنويه. الله يسلمك. شوف راهي تعبان، راني كلها من بكري. الله يسلمك. حطيتك في البلديه الاخرى، كان عندنا البلديه الكبيره راه مغاشي كلها. لا هذه مش بلديه كبيره. لا هذه راهي لونسيان البلديه، عيطوا لها البلديه تاع السيوطه، لازم دير بوبليكاسيون. خاوتي نروحوا البلديه تاع السياطه. انا فيها هذيك البلديه تاع السيوطه. انت قلت لهم البلديه، رانا كلنا رحنا البلديه الكبيره. دار البلديه الكبيره. خلاص يروحوا الكبيره ان شاء الله. نروح خاوتي نتلاقاو في الكبيره. لا احنا باليش انا الناس هذه. خلاص هما اللي يجوا لنا يلتحقوا بينا وخير. والحاج طيب برك يجيو كل اني ماشي هاو معاك. هاو الوالد تبارك قول له صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير. ربي يحفظك. دعينا معك. الله يسترك. محمد ديك. محمد ديك. بارك الله فيك. اخي العزيز هاك صورنا. البلديه الكبيره. خاوتي اللي راهم يتفرجوا فينا رانا في البلديه تاع السيوده، مش في البلديه تاع القطط. اروحوا للبلديه تاع السيوده. على باليش بلي عندكم زوج. دوك اروحوا القديمه. اروحوا القديمه باسكو مبناها احسن واجمل وفيه ساحه ما شاء الله. تفضل. انا معك مهدي. الله يسترك. شكرا حبيبي. خلاص كبروا السيركل باش درت الوالده تاعي بعد ما نخرج لازم نصور اخويا العزيز. نقول لك كاربون بيس ديدونتيتي برك. يعني ما داش السمار. هيا نروحوا والله نعم اذا اخترتوا اليوم لما اخترتوش نرجعوا لكم ان شاء الله. ان شاء الله. الصفحه تاعنا عيطوا له واعطوها له في الجزء. جزاك خير. يسهلك ان شاء الله. ربي يحفظكم. بارك الله فيك. لا لازم رسميه. اعطيه تقدر تعمر هذا يكسيوها لك درك معليش. لما يكسيوها لك درك باينه احنا ما غني مهدي.
اعطيه واحد. خالتي بفضلكم فليخبر الحاضر الغائب اننا هنا في البلديه القديمه تاع السيوده ماناش في الجديده، باسكو الناس راهم يستناو فينا في الجديده وهنالك الله يصبر لنا مش بعيده بزاف. راه نمدوا فيهم ايوا دقيقه سامحني حكمني شوف دائما نتبعك ما شاء الله راس ابن عن جد. ما شاء الله بارك الله فيكم. السلام عليكم. شوفوا بارك الله فيكم شرفتم. ميمو جمال عندنا وقت باش نديروا تصاور. خلونا نتصور. أزمة ومين؟ هبطوا تحت باش نديروا كلمة. باش يمد كلمة ما بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير ومرحبا بكم جميعا أزول. والله لا يمكنني أن أعبر عن سعادتي وامتناني لكم. وجودكم لنا هنا مهم جدا بالنسبة لنا. إذا دل عن شيء فإنما يدل على أنكم تحملون نفس الحلم الذي نحلم به، وهو بناء بلدنا الحبيب. حراكي الذي تبنيته والذي بدأ في الفاتح من نوفمبر من السنة الماضية عموده الفقري أنتم شريحة الشباب التي متواجدة هنا. حان لبلادنا الحبيبة أن يحكمها وجوه جديدة وأناس ولدوا بعد الاستقلال لم تتغلغل في أفكارهم وذهنياتهم ذهنية الشرعية التاريخية التي زرعت الحقد والكراهية بين الأوطان والشعوب، ليس فقط في بلدنا. تواجدي هنا يعبر عن شيئين. الشيء الأول هو أننا نثق فيكم أنكم سوف تصبحون سندا قويا لهذا الحراك. والنقطة الثانية أننا نؤمن بأن مستقبل بلادنا يجب عليه أن يمر بعاصمة الزبان وبكل مدن الجنوب. أمر مهم خاطئ. بدأت البارحة حملة سفيهة تسب تاريخنا وقيمنا وضميرنا وكل شهدائنا. بدأت البارحة خاطئ حملة سفيهة. ماذا يراد بها؟ يراد بها الإبقاء على الامتيازات. لقد ولى زمن السرقة وولى زمن النهب، فهؤلاء الناس أكلوا وشبعوا حتى وإن كان السبع لا يشبع. يريدون الآن الإبقاء على امتيازاتهم تحت شعار واحد. ما هو هذا الشعار؟ الاستمرارية. وأنتم هنا ونحن هنا لنطرح سؤالا مهما: عن أي استمرارية يتحدثون؟ عن أي استمرارية يتحدثون؟ هل هي استمرارية الحرقة؟ أم استمرارية الحقرة؟ أم استمرارية النهب؟ أم استمرارية السرقة؟ أم استمرارية التعفن في كل المشاهد وفي كل المنظومات؟ منظومة تربوية فاسدة، منظومة صحية لا يمكن أن يتحدث عنها الرجل العاقل، منظومة سياسية جعلتنا أضحوكة بين الدول. أتوا إلينا وقالوا لنا: سوف نرفع أنفكم فوق أنف الآخرين لتصبح كرامتكم أعلى وأرقى. لكننا أصبحنا أضحوكة، وأصبح المواطن الجزائري يخفي جواز سفره في كل مطارات العالم. جواز سفرنا الأخضر الذي يعبر عن هويتنا وقيمنا وتاريخنا أصبح لا يمثل شيئا بالنسبة لهؤلاء. الدول التي كانت أقل منا شأنا ولا زالت أقل منا ذخرا وقيما وقوة أصبحوا يقول لنا بملء فيهم: لا نريدكم في بلداننا.
عن أي استمرارية يتحدثون؟ قولوا لي بربكم، عن أي منشآت وعن أي إنجازات يتحدثون؟ ستقولون لي مسجد أعظم وطريق سيار ومستشفيات ومدارس وجامعات ومساكن. هل نحن بحاجة إلى جامعات لا تنتج إلا شهادة بطال؟ هل نحن بحاجة إلى مدارس لا تنتج إلا ابنا وتلميذا لا يحفظ إلا الويواي؟ هل نحن بحاجة إلى مستشفيات أصبحت غرفا في انتظار الموت؟ لأن ساساتنا وولاة أمورنا يذهبون للتداوي وللاستشفاء في مستشفيات لا نحلم بها. عن أي إنجازات يتحدثون؟ عن الطريق السيار؟ إنني أزور كأن عمره نصف قرن لا تجد فيه مكان للراحة. والإهانة الكبرى أنهم جعلوا كل الأماكن التي نصلي فيها محاذية للمراحيض. كلما سجدت شممت رائحة البول أكرمكم الله. بلدنا كما قالها المجاهد أطال الله في عمره يريدون منه أن ينفتح على السياح وعلى الخارج وأن يكتب صفحة جديدة ويبنون لنا مطارات قالوا لنا بأنها سوف تستقطب 25 مليون سائح في السنة. هنالك بلدان أقل منا شأنا وأصغر منا تاريخا مر على مطاراتها مليار مسافر. مطار تاع دبي مروا عليه مليار مسافر خاوتي ما داروش ضجة. المطارات ملك لنا والطرق السيارة ملك لنا والجامع الأكبر ملك لنا. لماذا؟ لأنها لم تبنى من أموالهم بل من أموالكم. يقولون لنا بأننا أصبحنا دولة حرة في المحروقات، وأقول لهم وأنتم سندنا الأول بعد الله أن الجزائر لم يكن لها اقتصاد ليوم الناس هذا منذ أن استقلنا. الجزائر تاجر يبيع المحروقات، تاجر يبيع ليسونس وينتظر. متجر واحد في عاصمة أوروبية في لندن تحديدا التبادل التجاري تاعو 3.5 بليون باوند، أكثر بكثير من 4 مليار دولار. التبادل التجاري لبلادنا خارج المحروقات 2.7 مليار دولار في السنة. دكان واحد غلب اقتصادنا. عن أي إنجازات يتحدثون؟ لا يمكنك أيها أنت الذي ترقص على أشلائنا وأنت الذي ترقص على أعلامنا. هؤلاء الناس الذين أخذوهم من العاصمة نصفهم لم يكن يعلم بأنه يذهب إلى القاعة البوضوية ليصفق لهذه الاستمرارية الكاذبة. قالوا المروح واحد نديروا لكم الكونفرنس على الأولاد المرضى بالكونسير. قالوا للطلبة عندنا اجتماع مهيئ وراح نسلك لكم السفرية إلى العاصمة. ومن يرفض ذلك؟ العديد من الحافلات التي ملئت بهؤلاء الناس ذهبت فارغة. لماذا؟ لأن الشباب كانوا يتحوسوا في الجزائر. والبارح في منتصف الليل قيل لي هؤلاء الشباب راهم يديروا في ستوب باش يروحوا، خلوهم وراحوا. لماذا؟ لأن المأمورية خلاص ولا ميسيون خلاص والمهمة خلاص. والأدهى والأمر تلك الصور المريرة التي رأيناها على شاشاتنا، أناس يتهافتون على الفتات ومن حولهم فئران سود، لكننا في آخر المطاف سوف نفوز. لماذا؟ لأننا لا نريد الكعكة، نحن نريد بناء بلدنا الحبيب وأنتم تريدون بناء بلدكم الحبيب، ولولا ذلك لما وجدتم هنا. حراكنا خاوتي يقف من ورائه رجال يبكون على الجزائر كل يوم، لكنهم منعوا من دخول هذا البلد ومنعوا من إعطاء يد العون لهذا البلد الحبيب. كفاءات يستعرف بها الداني والقاسي ويستعرف بها عدو بلادنا. أطباؤنا لم يخدموا في فرنسا وفي الإنجليز وفي كندا وفي الأمريكان. دكاترتنا ومهندسينا وكبار عقولنا لم يخدموا خارج الجزائر. لماذا؟ لأن بند حقير غير إنساني وغير إخلاقي منعهم من تقمص مسؤوليات في بلادنا. لماذا تمنع إطار جزائري معترف به دار دي ريشيرش وعنده ملف
وطلع حتى للنازا انت تقول له ما تقدرش تهبط للجزائر. لماذا؟ لكن هؤلاء المعتوهين، هؤلاء المرضى وهؤلاء المجانين يمكنهم أن يخرجوا الاستمارات من وزارة الداخلية، ويمكنهم أن يتحدثوا لوسائل الإعلام. لماذا؟ ليبرهنوا لنا عن شيء واحد: لا نريدكم أن تكونوا معنا في أكل الكحكة. يريدون أن يقول المواطن الجزائري هذا هو المشهد السياسي الجزائري المتعفن. في آخر المطاف لا يصلح لبلادنا إلا من صالح منذ قبل، أي منذ 4 عهدات. لقد اتخذوا سياسة جديدة للكذب علينا وعلى أولادنا. وش ولاو يقولوا؟ ما يقولوش ترشح فخامته لعهدة خامسة. الخامسة تضرهم. أصبحوا يقولون، واقرأوها في كل القنوات الإعلامية، لعهدة جديدة. هل هذا تجديد لعهدنا؟ هل هذه كتابة للتاريخ؟ والله إنها أكثر من الخلافة، بل أصبحنا نظاما شموليا دكتاتوريا عسكريا وبوليسيا. وكما قلت لكم خاوتي، لولاكم وبدونكم وبدون القوة التي يمثلها الشارع الجزائري والشاب الجزائري سوف يبقون على ظهورنا مدى الدهر. حان الوقت، أمامنا فرصة تاريخية باش نقول لهم باللي الجزائر ملكنا ونحبها بدون مقابل، ونريد بنائها لا بناءها من جديد. انظروا حولكم، كل ما هو جميل لم نبنه، بناه المستعمر الغاشم. هذا المستعمر الذي قتل بن مهيدي رحمه الله، الذي احتضنته عاصمة الزيبان. بن مهيدي رحمه الله احتضنته هذه المدينة الطيبة، واحتضنته قلوبكم، ثم فجر ثورة طاهرة زكية في العاصمة وفي كل ولايات الوطن. نريد أن نفجر ثورة لا عنفية، تأطيرية، حضارية، تغير ذهنية المواطن الجزائري. كونوا إلى جانبنا خاوتي، والله ما تركنا تلك العيشة الهنية خارج الجزائر إلا لأننا نبكي صباح مساء على بلادنا. لماذا؟ عندما تغادر بلادك تعرف مقوماتها وتعرف قيمتها وتعرف قدراتها. مبروك عليك الرئاسة إن شاء الله. الله يبارك فيك. مبروك عليك. إلى متى خاوتي وإحنا نضحك على أنفسنا، وإحنا نبكي على أنفسنا، وإحنا نديروا في اللاشان باش نروحوا نعوموا في تونس؟ إلى متى؟ إلى متى وجيراننا يديو 10 ملايين توريست، وإحنا يدخلونا 200,000 من بينهم 190,000 مستغرب جزائري، ويقولوا لنا بلي راهم سواح. خاوتي مسكروا البيرو باش ما يقرايزيو لناش الاستمارات. هذه هي الديمقراطيه وهذه هي الحريه التي يتباهون بها. فهم الناس. العديد من البلديات خاوتي عمر ومن بعدك تجيبها نورمال مش شرط ظرف. العديد من البلديات في كل اقطار هذا البلد الحبيب يقولوا لهم باللي غاني مهدي ما جاناش الفاكس باش ليغاليزيو الاستمارات. عن اي فاكس يتحدثون؟ هل هنالك فاكس باش ليغاليزي ورقه؟ هذا المير الذي اخترناه احنا لا يهمه حلمنا ولا يهمه مستقبلنا، ما يهمه الناس الذين اعطوا الامر باش الاستمارات تاع فلان وفلتان لا تمضى. لا يريدون الا الابقاء على الامتيازات وعلى الاستقرار الكاذب الذي لا نريده. خاوتي، امامنا فرصة تاريخية لتغيير هذا الوضع، واقولها واكررها: حراكنا سياسي بحت. الانسان او الشاب الذي يريد ان يغير بالعنف لا ينتمي الى حراكنا. من ورائنا اناس دكاترة ومثقفون وسياسيون يحبون الجزائر ويريدون لهذا البلد الخير. وأزيدكم من الشعر بيتا: نحن سوف نبقى في بلدنا ندافع عنه 100 سنة أو 1000 سنة، لكن لا نريد لقطرة دم شاب واحد أن تسقط في بلدنا الحبيب. هذا أمر مهم ديروه بين نصب أعينكم. لا تنجروا وراء تلك الأصوات التي تقول لكم بأن اللعبة محسومة. اللعبة محسومة، نعم، لكن من الذي سيحسمها؟ أنتم الفئة الساكتة
أنتم الجزائر الصامتة. 12 مليون جزائري ما فوتوش طيلة العقدين الماضيين. كنت فوتيو كنت تبنيوا لهم على أرض الواقع بأنكم تريدون التغيير، وهذا من حقكم. لماذا؟ لأن دستورنا ينص على أمر مهم: الشعب مصدر كل سلطة. أنتم مصدر كل سلطة. لا نريد أن يصل غانم هادي إلى الحكم أو فلان أو علان، نريد للشعب أن يصل إلى السلطة. وأخيرا ليس آخرا، لا يمكن لأي قوة فوق الأرض أن تقف في وجه فكرة حان وقتها. ما هي هذه الفكرة؟ جزائر عزيزة مكرمة قوية في كل المجالات، سياسيا واجتماعيا وثقافيا ودبلوماسيا. بوركتم وألف شكر على تواجدكم معنا. لا تنسوا الاستمارات، الاستمارات أمانة بين أيديكم، تخبيوهاش في الدار، هي ملك لنا. كما تعطيوها الناس ما يقبلوش الملف تاعنا. أنتم سندنا بعد الله. ربي يحفظكم خالد. آمين. جيتكم تحوشوا على الكابريز. هكا سيفاني، عندي سؤال برك. المترشح اللي حابين يرشحوه اللي هو رئيس طبعا، اللي هو باين باللي مريض ما فيهاش، باين باللي اسمح لي اذا قدروا يرشحوه بشهاده من عند طبيب مزوره، يعني يثبت فيها الصحه انه طبيب هذا صحيح. نعم. كيفاش اذا قبلوا يرشحوه ما همش رايحين يزوروا؟ ثم اذا كان ترشح رئيس بوتفليقه هذا اللي هو رئيس دروك، ثم باينه الحكايه مادام قبل باينه الحكايه محسومه غير بمجرد قبول الترشح نتاعو، صح ولا لا؟ جعلوا منا شهداء زور منذ عقدين من الزمن. رانا نشوفوا بعيننا باللي الرئيس المنتهي عهدته لم يتحدث معنا ولم يخاطبنا منذ ماي 2012 في مدينة سطيف لحد الساعة. دبلوماسيتنا غائبة، والرئيس سياسيا هو ذلك الأب وتلك الأم التي تحتضن مجتمعها وشعبها في الأقراح والأفراح. نحن لم نجد ذلك الصوت، ولم نجد ذلك الأب وتلك الأم التي تحتضننا، غائبة عنا. فإذا سكتنا مرة أخرى ونحن نعرف ونعلم ونرى ونسمع كل هذا الغياب، فنحن شركاء في هذا الذنب وشركاء في هذا الزور وفي شهادة هذا الزور. كيفاش واحد فريد جزائري واحد يجي لنا يقول لنا بلي هذاك أو في صحة جيدة والعالم بأسره وأنتم معهم ترون بأم أعينكم أن الوقت قد ولى، وهذه سنة الله في خلقه. لا يمكن لأي إنسان أن يبقى في الحكم أكثر من حياته. فرعون قعد 7 سنين في الحكم، ما قعدش 20 سنة، ويريدون أن يمددوا له عهدته. بارك الله فيك، كثر خيرك، خدمت وش خدمت وما خدمتش وش ما خدمتش، خلاص اذهب للاستراحة. الإنسان الذي يحب شيخ في عمره 85 سنة يروح يزوروا ويديروا تشينا والمدارينا، ما يفوتيش عليه لكي يسير بلدا بحجم الجزائر. عنده سؤال آخر؟ فهمنا في قرب يا جمال تكون ندير اللايف تاع لاباس. ارجع شوي كاين دورك على المشروع تاعك. مشروعنا متواجد منذ الفاتح من نوفمبر في حياتي أنا. حياتي أنا لا تهم الجزائريين. تحكي لك على حياتي ولا البروش. على بالي بتون بسكرية تريز انتيليجون مي صح با سو بوان صاحبي. لا الحكايه اللي راه دور تاع النهار برنامج خلونا انا من درت قدام درت سقفوني روح يهضر على النهار. ما نهضروش على النهار، والله برنامج هضرك قالوا له كسبيته. نحن من مخلفات هذه المنظومة الفاسدة. أصبح كل منا يتكلم في نفس الوقت ويريد إجابة لكل واحد في نفس الوقت. كان كل واحد يمد سؤال ويستنوني نعطيه الإجابة، والله سوف نخرج بفائدة. أما إذا كل واحد طرح سؤال والله ما نقدر نفهم ولن تفهموا جوابي. بارك الله فيك.
صورهم هم، انا مانيش انتريسون. حكينا على البرنامج تاعك. برنامجنا عموده الفقري والقوة الشبابية. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتخلى عن طاقاتها وكفاءتها، والجزائر والحمد لله لها طاقات وكفاءات يحسدنا عليها أعداؤنا وأحبابنا. التقيت بالآلاف من الجزائريين في كل عواصم الدنيا، والله يخدم تحت إمرتهم المئات إن لم أقل الآلاف. هؤلاء الناس مستعدون وهم في حراكنا، وعندما سوف نفصح عن تلك القائمة سترون بأن آخر واحد في هذه القائمة مستود. وكريكولم فيتي أنا، والله كلهم أحسن مني. لا أكلمكم لأنني أريد سلطة، فقط لأن وجهي المعروف الإعلامي الذي دخل بيوتكم وقلوبكم يمكنه أن يتحدث إليكم. لكن هؤلاء الناس لا يريدون الكلام بل يريدون العمل. الصباح يقول روح نخدم، لا ينتظر السماء أن تمطر ذهبا وفضة. نريد من الشهادة الجامعية أن تصبح شهادة جامعية لا شهادة بطال. سوف نبني منشآت صغيرة صناعية حديثة مرتبطة بالجامعة كما يفعل كل الدول المتطورة. الجامعي في آخر سنة يمضي عقد مع تلك المؤسسة وعلى باله باللي كي خلص القراية راح يخدم عندهم لسنتين أو ثلاث، والسنة الأخيرة من دراسته المؤسسة هي التي تأخذ على عاتقها تكاليف دراسته كما يحدث في كل الدول. سنبني مستشفيات عصرية حديثة بأرقى الخدمات لكنها صغيرة بحجمنا. ما نديرش أن أوبيتال فيه 5000 سرير و5000 ممرضة و10000 مريض لا يعرف هذا ذاك. مستشفيات صغيرة يسيرها أطباء أخصائيون بأرقى المعايير، وكل هذا سوف ينطبق على المنظومة التربوية كذلك. وأول شيء سوف نكرسه في برنامجنا طبعا هي العدالة. في حق حقه. عدالة التليفون لا يمكنها أن تبني بلدا. عدالة التليفون منذ الأزل لا تبني إلا عصابة أشرار ومافيا فقط. عندما تعطي 400 مليون لانجور دو فوتبول وتعطي 5 ملايين الجيش راح تقول له أسرق واللي مرتشي وراشي. لكن عندما تعطي له راتب مليح، والطبيب تعطي له راتب مليح، والمعلم تعطيه راتب مليح، والشرطي تعطيه راتب مليح، والجمركي راتب مليح، يمكنه من العيش الكريم، سوف يدافع عن البلد ويدافع عن حق المواطن. هذا هو مشروعي. بالنسبه لنقطه العداله، نعم. انا موظف عند الدوله في هيئه رقابيه. شروط التعيين في المناصب العليا اللي هي يدي عليها الموظف، شروط التعيين في المناصب العليا اللي هي يدي عليها الموظف حوالي من مليون الى زملاين 500,000 400,000 اكثرها الزملاين. هذه يحطوا عليها شروط تقريبا شروط عندها علاقه بالمستوى وبالاكسبيريونس بروفيسيونيل اللي عندك. نعم. يحطوا لها شروط. اما قلت هذه المناصب العليا، اما الوظائف العليا في الدوله اللي هي الوزراء اللي هي مدراء تنفيذيين، هذو ما يحطوا عليهم حتى شرط. الشرط الوحيد انك تكون مقرب لرئيس الجمهوريه، خاصك تعين في مرسوم. كاين يقدر ما يكونش عندك حتى مستوى تاع بكالوريا والله ما يهمش، المهم تكون مقرب للنظام. كي جبت نقطة العدالة هذه فكرتني في النقطة هذه. دوكا كي نجيو نشوفوا العدالة وانها الأقرب باش يتعين في الوظيفة العليا اللي يدي عليها او مينيموم 12 مليون. كي نجيو نهضروا في العدالة، هذاك اللي عنده كيركولوم فيتي اللي هو باش يوصل به وعنده مستوى تاع دكتوراه ولا عنده، ولا الإنسان هذاك اللي هو حبيبك وقريبك تعينه تاب مرسوم رئاسي. هنا كاين خلل هنا في النقطة هذه. تسمى لي عاد سنحارب بيد من حديد كل الأمور التي تجعل من العلاقة بين المواطن والإدارة تجعل بينهما جملة شكون اللي بعثك. هذه شكون اللي بعثك هي التي دمرت العلاقة بين المواطن والإدارة. ونحن عندنا حل آخر. إدارتنا سوف تصبح إدارة إلكترونية بحتة. لا يذهب المواطن الجزائري إلى هذه المكاتب إلا لحالة مستعجلة، لكن النقمة والريزيدانس والبيرمي والكارت جريز وكل ما يشبه ذلك تريح في دارك، تعمر كل شيء ويبعثوا لك للدار. عندك كارت تاع بنك
تسلك 500 ولا 10 دنانير تاع التمبر، وبعد يومين تصلك إلى البيت. إدارتنا كل الأمور التي لها علاقة مع المواطن سوف تصبح إلكترونية. لماذا خوتي؟ لأننا نربح الوقت، والوقت أصبح فلوس في هذا العصر. هؤلاء الناس الآن الذين يشتغلون في هذه الإدارة لا يمكنهم من غير الطبيعي، من غير الإنساني، أن يخدم في نهار مع 500 واحد ولا من 1000 واحد، لكن عندما يأتيه 20 في النهار سوف يخدمهم بكل ابتسامة وبكل صدر رحب. الإدارة الإلكترونية هي الحل في بلدنا. لماذا؟ لأن عندنا تكنولوجيا، وعندنا الناس اللي يبنيوا هذه الشبكة التكنولوجية. وأزيدكم من الشعر بيتا: عندما نصل إلى سدة الحكم سوف يختار المواطن الجزائري من يسيره في البلدية وفي المدينة وفي الولاية وعلى أعلى رأس الهرم الحكم بالتليفون. ان فوت الكترونيك. لماذا؟ لأن هذا التليفون سوف يعرف بصمة إصبعك ويعرف عينيك، ونعلم أنك أنت من اخترت ذلكم الشخص. هؤلاء الناس كان بإمكانهم باش يديروا لنا لو فوت الكترونيك منذ 10 سنوات، لكنهم منعوه. لو فوت الكترونيك ما تقدرش تكذب عليه، وما تقدرش تهف فيه، ما تقدرش ترافيكي فيه. كان الآن نديروا ان فوت الكترونيك سوف ترون من سوف يفوز والى من سوف يعطي الشعب صوتا. تفضلوا. سؤال اخر فيما يخص النظام الريعي البترول، تبعية البترول، كيف راح نتخلصوا منه؟ شو الحلول اللي لازمه؟ أن نطرح هذا السؤال خاوتي إهانة للجزائر. أن نطرح هذا السؤال كأننا نسب بلدنا الحبيب. الجزائر في 1954 كانت تنتج من القمح فقط 3 أضعاف ما تنتجه كل دول أوروبا. 54 في 1929 وابحثوا عن هذا إن شئتم، زار الجزائر 1,000,000 سائح. الجزائر أسست للسياحة في الشتاء في 1929. حوسوا في ويكيبيديا وحوسوا في انترنت وسترون تلك الإشهارات التي كانت فرنسا تروجها لكي يأتي الغرب ليزوروا الجزائر في فصل الشتاء. 1,000,000 واحد. اليوم خاوتي السياحة منعدمة، والصناعة التقليدية منعدمة، والسياحة الطبية منعدمة، رغم أننا نمتلك أطباء لا تمتلكها تركيا. تركيا الآن أسست لمنظومة سياحية جديدة وهي السياحة الطبية، للتوريزم ميديكال. فنادق معمرين والكلينيك معمرين، اللي يبدل شعره يبدل شعره، واللي يبدل سنيه يبدل سنيه، واللي يبدل أي شيء من الكركاس تاعو يبدلها. لكن خاوتي أن نتحدث وأن نقول بأن الجزائر عايشة بالبترول فقط، هذه إهانة لكل هؤلاء الشهداء الذين دفعوا الغالي والنفيس لنتحرر. بلادنا نصف قارة، أكبر بلد في إفريقيا، لا يمكننا أن نعيش فقط على المحروقات. بعد نصف قرن أو أقل من ذلك آبار البترول سوف تشوف، ما يبقناش بترول. عندنا طاقات متجددة، عندنا الانرجي سولير، عندنا كل شيء، عندنا الغابات. البلد الوحيد الذي يمكنك فيه أن تذهب إلى البحر وإلى الجبل وإلى الصحراء في يوم واحد. قل هذا لأي أجنبي يجيك حبوا إلى هذا البلد. يمنعون الطائرات الأجنبية من دخول بلدنا، يغلقون علينا في أذهاننا وفي الواقع. البلدان تنفتح على بعضها البعض. احنا مازلنا نبنيو في لي فرونتيير، داروا لنا دي فرونتيير في الأرض، وداروا لنا دي دودان في الطرق، وداروا لنا دي فرونتيير في رصاننا ودي دودان في رصاننا. يجب علينا أن نؤسس لذهنية جديدة، هو أن الجزائري هو الذي يختار الإنسان والشخص والمنظومة التي تحكمه. بارك الله فيكم، ألف شكر على مساندتكم. نقطة بك في الجانب الاقتصادي، معليش نقطة في الجانب الاقتصادي، المنظور تاعك الاقتصادي لمستقبل الجزائر. أنا كان نهضر لك على رأي شخصي ولا على منظور شخصي بحكم أني متخرج اقتصاد نعم في هذا الجانب. اقتصاد الجزائر هو اقتصاد راعي كما كان يهضر الأخ، و98% من مداخيل الجزائر من الجبال البترولية. نعم. لازمتنا نحوسوا على آليات خرجنا من
هذه العقده لاتجاه الاقتصاد السوق وكسر اكبر عقده في تاريخ الجزائر واقتصاد تطور الاقتصاد الجزائري هي قاعده 51-49 نعم. التي منعت المستثمرين الاجانب ولا الشركات العالميه والشركات المتعدده الجنسيات من الاستثمار نقولوا استثمار فعلي في الجزائر مش استثمار شكلي كما رانا شفنا هذه مصانع تركيب السيارات وغيرها. لان نشوفوا غير جيراننا الجاره المغرب فاتحه الاقتصاد تاعها مؤسسات العالميه من نايك شركه نايك الاديداس الكوكاكولا شركه صنع السيارات من مستثمره فعليا في هذه الدول. كل النقاط التي اثارها اخونا موجوده في برنامجنا. الجزائر كربروسيت ارجع جمال بحول الله تعالى. لا يمكن لهذه الامور ان تحدث معنا. لماذا؟ لانكم انتم مصدر السلطه. احنا مصدر السلطه لا يمكنها ان تكون الرونجرز ولا كاسكيطه. حان للجزائر ان يحكموها مدني تختاروه انتم انا او غيري فقط. بالنسبه للمترشح كمل فقط تاع الاقتصاد. لماذا اصبحنا بلد ريع؟ لماذا؟ بارك الله فيك. شي الحاجه اللي ما ناش ندير وانا قاعدين بالصاله روح خالد روح. خوتي ليغاليزا الاستمارات يعطيهم الخونه من فضلك. عمرونا استمارات ليغاليزا باش نستقبل الاستمارات. ربي يحفظك خويا العزيز. غني برك نعم. في حال زوروا الانتخابات والشعب الكل يعلم بلي تزورت الانتخابات وداها فلان ولا فلان ما نقولوش شكون هو. نعم. الحل وش هو؟ قال داها فلان والشعب الكل بلي فلان هذاك مش هو اللي داه. الحل هو ان يقوم الشعب بدوره لانه هو الفيصل. الفيصل في الانتخابات هو الشعب. عندما يرى الشعب بان الانتخابات غير نزيهه وتلاعبوا بها هو اللي يقرر يرفض تلك الانتخابات فقط. دستورنا لا يمنعنا من الخروج الى الشارع كما اوهمونا. شيء هذا خليه هذا بكل سلامه. خوتي اللي يحب ليغاليزيا محفظ حلو بارك الله فيك. فوتوكوبي تاع الكارطه كيف؟ فوتوكوبي تاع الكارطه. لماذا فوتوكوبي؟ لا اخوي العزيز رقم تسجيل في قائمه الانتخابات ورقم بطاقه التعريف او رخصه السياقه او جواز السفر. ما كان لي فوتوكوبي لسيدي سكر. اخي العزيز المسؤول في وزاره الداخليه قال لي بالحرف الواحد il n'y a pas de photocopie. ما كاش فوتوكوبي خاطر. رقم 4 رقم برك تاع كارت فوق. بارك الله فيكم خاطري سعدتم بلقائك. نعم كارت ديدونتيتي بيومتريك. لماذا سميت بيومتريك؟ لأن فيها كل المعلومات من الألف إلى الياء. الدول اللي دارت كارت بيومتريك لا تطلب منك شيئا آخر. كارت بيومتريك فيها كلش. قال لنا لماذا تطلب مني شيئا آخر؟ وهذا تناقض آخر وحاجز آخر يريدونه أن يضعوه في طريقنا لكننا سوف نفوز ولو بعد حين. بارك الله فيكم. ممكن يكون تعجيزي ولا ذاك تاع 10 سنين إقامة في الجزائر. نعم القانون الدستور الجزائري. تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة 10 سنوات. أنا عشت في الجزائر 20 سنة. هل هذا القانون ينص على أن 20 سنة تكون مقبل ولا من بعد؟ ما كانش. هذا هو القانون وأنا عشت في الجزائر من الصفر إلى 20 سنة. كان عادي نعوم بالعشر سنين هذه يسمى من واحد شاب إذا كان عايز يطبق القانون. جماعة كل سألوك بخصوص الجزائر عامة. معليش. افتح هذاك فما شيء. زيد افتح اخويا زيد. ليس من حقه هذا الإداري أن يطلب منا فوتوكوبي.
الله يستركم بارك الله فيكم. يرحم والديكم خاوتي. قوموا لنا بالاستمارات وبوسينوا لنا فير وسوف نلتقي قريبا بحول الله. مع السلامه. لازم بطاقة الناخب وبطاقة التعريف. حتى الغدوة معليش. أنا؟ حتى الغدوة معليش. حتى الغدوة. دوك ندير لكم على الصفحة تاعنا الأرقام في كل الولايات. وغدوة على 10 تلقاوني. وخونا هذا سوف يكون هنا وسوف يجمع الاستمارات. نراهم ونجيبوهم. شكرا لك. روح روح. علي ماشي كاشير كنتي تصور كريم كريم كله ماشي كاشير كل يصور شوف دير سيلفي مهدي القضيه تاع المقر والله ما عندناش امكانيه نفتحوا مقر في المدينه اخويا العزيز انا خشيتك بالعكس ربي يحفظكم سي صورني مع غالي او ماشي تصوروا وتروحوا روحوا ديروا لا استمارات ان شاء الله. ربي يوفقك الشيخ. بارك الله فيك. سي غاني عندي واحد لا كيسيون برك ديزولي ديزولي في حالة قبول ملف بوتفليقه بين راسيون علاش ما يكونش تحالف بين المترشح بقيه المترشحين باش ينفيو يجبروا رواحهم وخلوها له ليه واحد خلي الشعب يفهم صدق جيسبر هذا البوان ديروا لها حساب كبير نعم الحمد لله رب العالمين. اتمنى لي صور فادي صور معك هكذاك قال لي يحب يتزوج ماينا بارك الله وراك هذا سيدي طولت انا جيت مسكره شاك خويا لاباس طولتها ربي يحفظك خير الرايس صباح النور حبيبي بارك عليك الله يستر والديك ربي يحفظك الله يستر جميل خوتي ما تصليونيش في الاستمارات غني غني الله يسمح لك مقبول برمي قال لي لا لا مكتوبه هاي مكتوبه رخصه السياقه او جواز السفر هاي مكتوبه ويحكي على كرة يلعب سحب لنا فيها هذا السر هذا باش يحول الله يرحم والديك بارك الله فيك نجيب لك كملت سؤالي يا صاحبي ليك رد تاعك وصيف حمود قال لي نديرك وزير يديرني وزير رياضه ما خفي اعظم خوتي والله غير تعب لي عندي بزاف الخشخاشه نسقسيك انا اخي صديق بيسمع هذا اللي احب هذا الشخصيه تاعك تقرا نور مع العلم وكاسكيطه والسيجاره الله يحفظك الله يحفظك يعني انا اريد وانا حلمي الان حلمي نجي لهنا مدرسه صغيره ونقري الاولاد هذا هو حلمي باش الناس الله نحلوك ثاني
الله يبارك الله. ان شاء الله طلعنا ربي يكمل. تفضلونا غير استمارات بتاعنا او اعطيهم استمارات من فوق. سنة أساس الجمهورية الكامبريزية. بارك الله فيك. نوعا مشروع نجيرة الطلبة. قلت كل يا اخي ان شاء الله او دكتور محمد حي الدكتور كاين ديمقراطيه في البلاد لاباس صنفين اخويا الله يسلمك. بارك الله فيك. بيان سور جماعة العالية مشروعي يمكن أن عليكم. أنا وتصلى صور ذات لا السبب المشكله هذا ما زال ما نقدرش عليه صراحه ما نقدرش عليه. عملها بالكاميرا زوج الكاشير رئيس جماعة الطول قالوا جينا نعطيكم معلومات. لا دوكا كاين اخينا يكون هنا غدوه الصباح عطيو الاستماره. كاين الرقم تاع الهاتف الصفحه تاعي عيطوا له عطيو الاستماره. الشيخ جماعة الطول قالوا جينا. لا خلاص. الشيخ